السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. كنتمنى تكونوا مزيانين. مرحبا بكم في قناتي، قناه وصفات نجمه المضيئه. مرحبا بكم. كنتمنى انكم الا كنتوا جداد تشتركوا في القناه باش دائما توصلكم جديد وصفات نجمه المضيئه. اليوم موضوع جديد وفيديو جديد، بقاو معنا حتى الاخر. المهم البنات، هذا لا فيديو هذا خاص على هاد البوماضه هذه اللي كنلقاها بزاف دايره في الفيسبوك. كيقول لك الناس كيديروها دائما كل نهار من الليل كتصفي كتحيد الحبوب. كت مع شنو كدير؟ كتصفي كتحيد الحبوب، كتسد المسامات ديال الوجه. شفت بزاف ديال لي فيديو عليها خصوصا في اليوتيوب. كيقول لك باللي كتسد المسامات وكتصفي الوجه وبزاف ديال الحوايج. البنات راه شوفوا اي حاجه كتشوفوها راه ما تثقوش بها. راه بوماده طبيه كتلق حوايج اخرى كيقول لك راه كتصفي كدير كتفعل. هاد البوماده هادي خاصه لحاجه وحده، الاكزيما، الحكه ديال الجلد، والالتهابات وخصك ديريها مره واحده في النهار او لا جوج الا كانت عندك الاكزيما حاده، الا كان عندك شي التهاب خطير، الا كانت عضاتك شي حشره مثلا ونفخات لك اليد وخلات لك احمرار وكتاكلك داك اليد ديالك، الا فيك الاكزيما. راه هذه ماشي بوماده خاصه بالوجه، راه نهائيا البنات. هذه بوماده الناس اللي فيهم لاكزيما، الناس اللي عندهم شي حشره مثلا اولا وكتجيهم في داك البلاصه الحكه، الناس اللي عندهم التهاب. راه ماشي كريم ليلي، راه ماشي كريم نهاري، راه البنات ماشي كريم كيصفي وكيبيض، راه البنات ماشي كيسد المسامات كيف ما كيقولوا، راه غير خرافات وصافي. هذا هو لا فيديو ديالي، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا وبارطاجيوها البنات مع البنات. راه بزاف ديال الناس غلطين. هاد البوماده هذه راه ماشي الوجه باش كتصفي الوجه ولا كتحيد الحبوب. هذه الناس اللي عندهم تهيجات، عندهم احمرار، كيكون عندهم لساعات حشرات وكيخليو لهم داك الاحمرار وداك التهيجات. الناس اللي كيكونوا فيهم اكزيما، الناس اللي كيكون عندهم داك الحكه، داك الندوب والحكه والاحمرار، راه لا علاقه لها بسد المسامات والتبييض وما عرفت شنو اخر. السلام عليكم.